يا أهلا بكل أصحابنا وحبايبنا اللي بيتابعونا على طول. جاهزين نبدأ فيلم النهاردة؟ صلوا على النبي الأول وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ويلا بينا. فيلمنا النهارده بيبدأ مع صوفيا واللي بتكون بتلعب مباراة هوكي مع الفريق بتاعها، وبيكون باباها سانتو ومامتها إنجريد قاعدين في المدرجات وبيشجعوها، وبتقدر صوفيا تجيب هدف الفوز لفريقها وبتكسب. وبعد المباراة بتخرج صوفيا علشان تسلم على حبيبها حكيم، وبيكون باباها ومامتها واقفين مستنينها لحد ما بتخلص. وبعد ما بتخلص بتروح علشان تقول لباباها انها كسبت اهو وخلت فريقها يوصل للتصفيات، وهو لازم يوفي بوعده ويديها الهديه اللي اتفقوا عليها. وباباها بيقول لها انه موافق طبعا طالما وعدها. وبعد كده بيوصلوا البيت كلهم، وبيجهز سانتو وصوفيا عشان يخرجوا مع بعض في رحله زي ما اتفقوا، وبيقول لها تروح تسوق هي العربيه المره دي عشان يعلمها اكتر السواقه. وانجريد بتكون خايفه على بنتها ان هي اللي تسوق العربيه، بس سانتو بيقول لها ان صوفيا خلاص قربت توصل لل 18 وهتقدر تطلع رخصه السواقه، ولازم لما تطلعها تكون متمكنه في السواقه كويس، وعشان كده هو هيعلمها وبيقول لها انها ما تقلقش عليهم. وفعلا بيمشوا هما الاثنين، وبيفضل سانتو يدي لصوفيا التعليمات في الطريق وتعمل ايه وتعدي الاماكن الصعبه ازاي. لكن صوفيا بتعمل حادثه بسيطه وبتخبط المرايه وبتكسرها، وسانتو بيقول لها انها مش مشكله وما تخافش وان دي حاجه بسيطه. وبعد كده بيقعدوا مع بعض وبيقضوا وقتهم، وهي بتطلب منه انها تخرج مع حكيم ومجموعه تانية من اصحابها يوم الاحد الجاي، وسانتو بيوافق وبيقول لها انه هيقنع مامتها كمان عشان تخرج براحتها وتكون مبسوطه. وبيبان قد ايه صوفيا متعلقه بباباها جدا. وبعد ما بيخلصوا القعده وبيجهزوا علشان يرجعوا البيت تاني، بتطلب صوفيا من باباها انها تاخد صوره معاه عشان تفتكر اليوم المميز ده، لكنه بيرفض وبيقول لها انه بيكره التصوير، وهي عارفه ده كويس جدا، وانهم مش محتاجين صوره عشان يفتكروا بيها الذكريات. لكن بعد شويه بتركب صوفيا العربيه، وبيكون سانتو بيصلح المرايه عشان يمشوا، وبتستغل ان هو مشغول ومش شايفها، وبتطلع الموبايل بتاعتها وبتصور باباها وبتنزلها ستوري، وبتكتب سوبر بابا وانه بيتصرف في كل حاجه. وفي الوقت ده بنشوف في مكان تاني مجموعه اشخاص قاعدين، وبتظهر قدامهم صوره سانتو، وبيستخدموا تقنيه متطوره عشان يحللوا المؤشرات الحيويه ويتاكدوا ان هو سانتو اللي بيدوروا عليه. وبعد كده بنرجع لسانتو مره تانية وهو شغال في تقطيع الاخشاب مع باتريك اخو مراته، وبيكون المنشار مش شغال كويس، فبيطلب سانتو من باتريك ان هو يسبقه على البيت وهو يصلح المنشار ويجي وراه عشان يتغدوا مع بعض. وفعلا بيروح باتريك على البيت وبيسلم على اخته انجريد، وبيدخل عشان يستنوا سانتو. وبيكون ده نفس الوقت اللي راجعه فيه صوفيا من التمرين، وبتطلب منها مامتها المساعده، فبتقول لها صوفيا انها هتطلع الدور اللي فوق وتحط هدوم التمرين في الغسيل. وفي الوقت ده بيسمع باتريك انجريد صوت الباب بيفتح، وبيقول له ان اكيد ده سانتو، وبتخرج انجريد عشان تستقبله، لكنها بتتفاجئ باتنين معاهم سلاح وبيضربوها بيه، وهي بتنادي على اخوها باتريك عشان ينقذها. لكن واحد منهم بيضرب باتريك بكل قوه لدرجه ان هو ما بيلحقش انه يسحب اي حاجه يدافع بيها عن نفسه. والراجل اللي موته ده بيكون لابس كاميرا في دماغه ويوجهها على وش باتريك عشان يصوره. وفي نفس الوقت بتكون صوفيا نازله للدور اللي تحت وبتشوف اللي بيحصل ده، وبيلمحها واحد من الاتنين وبيجري وراها، لكنها بتقدر انها تهرب منه وبتنط من البلكونه بسرعه وبتجري، وهو بيفضل يضرب عليها نار لكن الرصاص مش بيجي فيها، وبتقدر انها تجري وتستخبى منهم. وفي الوقت ده بيكون سانتو لسه مخلص شغل وبيفضل يتصل بيهم ومحدش بيرد عليه. ولما بيوصل البيت بيتفاجئ ان الباب مفتوح، وبيلاقي مراته مرميه على الارض وميته هي واخوها. وبيشوف صوفيا وهي لسه جايه من بره عشان تشوف الناس مشوا ولا لا، وساعتها بيقول لها سانتو انهم لازم يهربوا من هنا بسرعه. وصوفيا مش بترضى وبتكون عايزه تساعد مامتها، لكن سانتو بيقول لها انها خلاص ماتت واحنا لازم نهرب عشان ما نموتش احنا كمان. وفعلا بيجروا هما الاثنين وبيركبوا العربيه، وصوفيا بتفضل انها تسال ايه اللي بيحصل ده ومين الناس دي، وسانتو بيقول لها بعدين نتكلم، المهم نهرب دلوقتي. ونشوف بعد كده واحد من الاثنين اللي قتلوا انجريد وهو اسمه رودي، وبيكون رايح عشان يقابل السيد انجيلو زعيم العصابه، وبيوري له رودي الفيديو بتاع باتريك وهو بيموت، لانهم كانوا فاكرين ان هو ده سانتو. لكن السيد انجيلو لما بيشوف الفيديو بيقول لهم ان مش ده الشخص المطلوب، وانهم قتلوا واحد تاني مكانه. وبيقول لرودي ان دي غلطه ما تعديش، ولو ما اتصلحتش في اسرع وقت هيقتلوا مكانه. وعلى طول رودي بينزل يكلم الشخص التاني اللي كان معاه واللي اسمه مارينو، وبيقول له لازم نصلح الموضوع ده بسرعه، ولازم نبلغ فيتوزو وده الشخص اللي اداهم المعلومات وعرفهم بيت سانتو. وبنرجع بعد كده لسانتو بعد ما وصل لمكان عباره عن فندق مهجور عشان يستخبى فيه هو وبنته صوفيا، وبدا يحلق شعره ويفتح صناديق قديمه ويخرج منها موبايلات وباسبورتات وفلوس وحاجات كتير. وبيفتكر اليوم اللي كان السبب في كل اللي هو فيه ده، واللي كان سانتو راكب عربيته وماشي جنب ابن السيد انجولي وسانتو قتله، ومن يومها والسيد انجيلو بيدور عليه وعايز ينتقم منه. وصوفيا في الوقت ده بيجي لها انهيار عصبي من كل اللي بيحصل ده، وبتفضل تسال باباها احنا بنعمل ايه هنا وانا عايز امشي. فبيضطر سانتو ان هو يحكي لها على كل حاجه، وبيعرفها انه قبل ما يتجوز كان عايش حياه تانية خالص، وانه كان شخص سيء واتولد في عيله بتنتمي للمافيا الصقليه، وده خلاه مجبر ان هو يسمع كلام العيله وما كانش قدامه حل تاني. وعائلته كانت وقتها طالبه منه انه يصفي الناس من عائلات تانية عشان يفضلوا اقوياء، وده كان اللي بيحصل بين كل العائلات اللي بتنتمي للمافيا دي. وبعد كده بيعرفها ان اسمه الحقيقي مش سانتو وان اسمه دومينيكو، وساعتها بتبدا صوفيا انها تفهم هو ليه بيكره طول عمره التصوير، وانه مش عاوز اي حد انه يتعرف عليه، وان هي لما نشرت الصوره كانت دي بدايه كل حاجه. وسانتو بيقول لها مش مهم خلاص اللي حصل حصل، وبيديها تليفون قديم وبيقول لها انها تحتفظ بيه وما تستخدموش في اي حاجه غير لما هو يتصل بيها وترد عليه.
وبياخد العربيه وبيمشي بعدها وبيوصل عند فتوزو وبيخنقه وبيفضل يضرب فيه وبيضربه بسكينه في جنبه وبيساله عن الاتنين اللي راحوا عنده البيت. وفتوزو بيكون خايف ومش عاوز يتكلم، لكنه بعد كده بيقول له انهم تبع مستر انجيليو. وسانتو بيقول له انه عارف بس عاوز يعرف الاتنين اللي قتلوا مراته واخوها. فبيقول له فتوزو على مارينو ورودي وان ده يبقى دراع اليمين الجديد للزعيم. وسانتو بعد ما بيعرف اللي هو عايزه بيسيبه على الارض وبيمشي. وبنشوف صوفيا وهي بتتصل على حكيم عشان يجي ياخدها بالرغم من تحذيرات والدها، وبتقول لحكيم على العنوان اللي هي فيه وبتقول له يجي بسرعه عشان الراجل اللي معاها ده بقت خايفه منه جدا. وفعلا بيتحرك باقصى سرعه وبيروح ياخدها وبيمشوا على الموتوسيكل بتاعه. لكن لما بيطلعوا على الطريق بيشوفوا عربيه ماشيه في الاتجاه المعاكس ليهم، واول ما العربيه بتشوفهم بتغير اتجاهها وبتجري وراهم. ومن الناحيه التانيه بيكون سانتو لسه واصل على الفندق وبيلاقي بنته مش موجوده وبيبص على الارض وبيشوف اثار الموتوسيكل وبيتحرك في الاتجاه بسرعه. وبنشوف حكيم وصوفيا هما لسه بيجروا من العربيه اللي فيها مارينو لحد ما بيعملوا حادثه بالموتوسيكل ولسوء حظهم بيقعوا على الارض. فبينزل مارينو من العربيه وبيضرب حكيم بالنار وبياخد صوفيا وبيحطها في شنطه عربيته. بس قبل ما بيتحرك بيظهر سانتو وبيضربه وبيحصل اشتباك ما بينهم، لكن مارينو بيقدر ان هو يضربه بسكينه في جنبه وبيتحرك عشان يضرب سانتو بالنار. لكن لحسن حظه صوفيا بتفك نفسها وبتخرج في اخر لحظه وبتضرب مارينو على دماغه، وسانتو بيمسك المسدس وبيضرب مارينو وبيخلص عليه. وفي الوقت ده بنشوف السيد انجيلو وهو قاعد مع ابنه ميكيلي وبيعرفوا ان سانتو قتل فيتوزو لانه كان عارف انه واحد من رجالتنا وهو دلوقتي اعلن الحرب علينا وهيجي يقتلنا واحنا لازم نخلص منه الاول. لكن ميكيلي بيكون واضح ان مالوش في اللي بيحصل ده، وبيفكر باباه ان عندهم بيزنس بتاعهم وان في حاجات كتير اهم من الراجل ده. بس انجيلو بيفكر ان هو قتل اخوه زمان واكيد هيقتله هو كمان دلوقتي. والناحيه التانيه بنشوف سانتو بعد ما ركب العربيه وهو وصوفيا بيتحركوا، لكن بسبب الاصابه بتاعته بيحس ان هو تعبان ومش قادر يسيطر على نفسه وكان هيعمل حادثه. وبيقفوا في الصراحه هما الاثنين وبيطلب منها انها تشتري شويه حاجات عشان يروحوا ميلانو مع بعض. وبيدخل الحمام وبيحاول ان هو ينظف الجرح اللي عنده لكن من غير اي فايده. وفعلا بتشتري صوفيا الحاجات عشان تطهر بيها الجرح بتاع باباها، وبتشوف صورهم في التلفزيون وان البوليس بيدور عليهم. وبعد ما بيخرجوا بتركب معاه العربيه وبتعرف انهم رايحين على ميلانو. وبعد ما بيوصلوا ميلانو بيشوف سانتو بيت قديم مكتوب عليه الايجار، وبيعرف ان ده اكيد بيت فاضي، فبيقول لها انها تستنى هنا في العربيه وهو يدخل البيت ولو لقى امان هيقول لها تيجي. وفعلا بيدخل وبعد شويه بيبعت لها رساله انها تدخل، لكن الجرح بيكون شد عليه وبيخليه يفقد الوعي. وساعتها بتحاول صوفيا انها تعمل اي حاجه لكن من غير اي فايده. فبيدور في الشنطه بتاعته وبتلاقي فلوس كتير فبتاخدها وبتنزل عشان تشوف اي دكتور، لكنها ما بتلاقيش غير صيدليه مقفوله وبتلاقي واحده ست بتبص عليها من الازاز. فبتفضل صوفيا انها تنادى عليها وانها عايزه مساعده وبتوريها الفلوس وبتاخدها معاها على باباها. والست بتروح مع فريق طبي وبينقلوا سانتو لمستشفى قديمه كانت بيتعمل فيها عمليات اجهاض غير مشروعه، وبيقدروا يعالجوه. وبعد ما بيخف بيكون نايم في السرير، وصوفيا بتلاقي ورقه في حاجته كان كاتبها عشان بنته تقراها لما يموت، وبيقول لها فيها انها احسن حاجه حصلت له وانه بيحبها وهي اللي غيرت العالم بتاعه، وبتعرف قد ايه باباها بيحبها. ومن الناحيه الثانيه بنشوف السيد انجيلو وهو قاعد مع دكتور اسمه فيريرو وبيشكره على البرنامج العبقري بتاع التعرف على الصور اللي عملوا ليهم واللي خلاهم يكشفوا سانتو بعد السنين دي كلها، وبيطلب منه انه يعمل برنامج تاني ويوصله على كل الكاميرات المراقبه اللي في شوارع ميلانو عشان يعرفوا مكان سانتو. وفيريرو بيقول ان هو موافق وهيعمل كده ويستغل اصدقائه في الحكومه عشان يقدر ياخد اكسس على كاميرات وده يخدمهم كويس. وبعد ما بيخلص عنده بيروح فيريرو عشان يقابل ميكيلي، وبيكون باين ان في مصالح مشتركه ما بينهم هما الاثنين. وبيقول له فيريرو ان باباك عايزنا نسيب كل حاجه ونركز اننا نلاقي الشخص اللي قتل اخوه، وميكيلي بيقول له ان هو بكده هيخسروا فلوس كتير بسبب عناد باباه، لكنه بيقول له انه يسمع كلامه ويعمل اللي هو عايزه. وبعد كده بنشوف ان فيريرو قدر ان هو يتعرف على وش صوفيا من خلال واحده من الكاميرات اللي في الشوارع لما كانت بتدور على دكتور، وبيقدر يحدد مكان المستشفى اللي هم فيها دلوقتي. وبيتحرك رودي ورجالته على هناك، وبيكون سانتو بدأ انه يفوق وبيقول له صوفيا انها لازم تساعده عشان يخلصوا الحرب دي، وبيقول لها انها تسرق عربيه عشان يمشوا بيها من هنا، وبيعمل لها رسمه ازاي تفتح العربيه وتوصل الاسلاك عشان تحرك العربيه، وهي فعلا بتنزل تعمل كده. وفي الوقت ده بيوصل رودي واللي معاه وبيدوروا عليه في كل مكان في المستشفى، لكن ما بيكونش ليهم اي اثر لحد ما بيتفاجئ بسانتو وهو بيهاجمه وبياخد منه السلاح وبيحصل اشتباك وبيخلص عليه. لكن على الناحيه الثانيه بنشوف ان في واحد من العصابه قدر ان هو يتعرف على صوفيا في الشارع وحط المسدس في وشها وكان هيقتلها، لكن بيظهر سانتو في اخر لحظه وبيضربه بالنار في دماغه وبيخلص عليه. وبنشوف بعد كده سانتو وصوفيا هما بيهربوا من المكان وبيروحوا على مخزن قديم، وبيقول سانتو لصوفيا انها محتاجه تتدرب اكتر في الفتره اللي جايه عشان تساعده في خطته وعلشان تقدر تحمي نفسها بعد كده، وبيعلمها ازاي انها تمسك السكينه وتضرب بيها، وايه الاماكن اللي بتوجع من غير ما تموت، وايه الاماكن اللي بتموت البني ادم في 30 ثانيه. وبعد شويه بتلاقي صوفيا الصور لشركه ميكيلي من على موقع شركه الديكورات اللي جهزت الشركه، وبتدي الرسومات دي لباباها عشان يعرف الاماكن اللي يقدر يدخل ويخرج منها من الشركه. وتاني يوم بيبداوا ان هم ينفذوا خطتهم، وبنشوف صوفيا وهي قدام الشركه وبتصور فيها، وبيجي واحد من الامن وبيقول لها ممنوع انها تقف هنا، لكنها بتقول له انها تايهه وان الجي بي اس بتاعها عطلان وكانت عايزه تروح مركز المدينه، والحارس بيقول لها انها تمشي ازاي وبيسيبها وهي بتبعت الصور دي لباباها.
وبنشوف واحد من الموظفين داخل يركب عربيته وبيتفاجئ بسانتو انه موجود جوه العربيه بتاعته وبيوجه المسدس ناحيته وبيقول له انه ينزل جراج الشركه. وطبعا الموظف بيخاف وبينزل الجراج واول ما بيخرج من العربيه بيضربه. وبعدها بيروح سانتو على موظف الامن وبيجبره ان هو يكتب الباسورد بتاع الاسانسير وبيقدر يركبه وبيطلع الشركه. وصوفيا بتكون بره الشركه ومعاها قنبله يدويه وبتحطها في باسكت وبتخليها تفرقع. وبسبب كده بيتشتت كل الموظفين في الشركه وبيبصوا على مصدر الصوت. وده بيخلي سانتو يقدر انه يتسلل داخل مكتب ميكيلي ويهدده بالسلاح وبيجبره انه يتحرك معاه. وبينزل سانتو هو ومعاه ميكيلي وبيحطه في العربيه في الجراج، واللي بتكون صوفيا قاعده جواها ومستنيه انها تتحرك، لكنها بتشوف واحد موجه المسدس ناحيتها وساعتها بتخاف وبتحرك العربيه ناحيته وبتخبطه. وبقى افراد الامن بيفضلوا يضربوا نار على سانتو وهو بيقدر يضرب عدد كبير منهم وبيركب مع صوفيا وبيقدروا يتخلصوا من العربيه اللي بتطاردهم وبيخرجوا من الجراج. وبعدها بيروح على المخزن بتاعهم وسانتو بيصور ميكيلي ويبعت الصور دي لمستر انجيلو ومعاها رساله منه وبيطلب منه انه انجيلو يسلم نفسه ويعترف بالجرائم بتاعته خلال ال 30 سنه اللي فاتت، ويقول على اسماء السياسيين اللي شغال معاهم وايه اللي هيقتل ميكيلي زي ما قتل ابنه الاولاني. وساعتها انجيلو بيطلب من رودي ان هو يكلم مستر فيرارو ويعرف التسجيل ده اتعمل منين ويروح هو ورجالته يخلصوا على سانتو. وفعلا بيقدروا يحددوا المكان وبيروح رودي ومعاه رجالته وبيكون المكان عباره عن مكان مهجور وفيه قطارات قديمه. وبيفضل رودي ورجالته ان هم ينادوا على ميكيلي، لكن فجاه بيظهر سانتو وبيفضل يضرب عليهم نار ويقتل عدد كبير منهم. وبعدها بيضرب عليهم قنبله وبيخلص على عدد كبير منهم ما عدا رودي، واللي بيفضل يدور عليه لحد ما بيلاقيه في قطر وبيحصل اشتباك ما بينهم وبيقدر سانتو ان هو يضربه بالسكينه في رجله وبعدها بيقتله. وفي الوقت ده بنشوف صوفيا وهي بتتكلم مع ميكيلي وهو بيقول لها ان هما الاثنين مظلومين لان الاثنين ما اختاروش ابهاتهم وان الحرب دي كلها ما لهمش دور فيها، وبيطلب منها انها تقربه وما تبقاش نسخه ثانيه من باباها واللي قتل ناس كتير ما لهمش ذنب. وفي الوقت ده بيرن تليفونها وبيكون ده سانتو وبيقول لها ان مستر انجيلو ما سلمش نفسه وكده لسه الحرب مستمره، وعشان كده هو لازم يخلصها بنفسه ولازم يقتل مستر انجيلو قبل ما هو يقتله. ولكن المشكله ان الشرطه بتقدر تحدد مكانهم بسبب الاتصالات دي وبيعرفوا المكان اللي رايحه سانتو. وسانتو خلاص بيكون اخذ قراره وبيوصل لبيت مستر انجيلو وبيقدر يقتل الحراس اللي كانوا موجودين وبيوصل لاوضته، واللي بيقولوا ان لو قرب منه هيؤمر رجالته ان هم يقتلوا بنته. لكن سانتو بيقول له انت قتلت عيلتي في الاول ودي اقل حاجه ممكن اعملها لك، وعلى طول بيشنقه وسانتو بيقتله وبيكون كده خلاص خلص على الزعيم والحرب خلصت ما بينهم. لكن المشكله وهو خارج من البيت بيتفاجئ بالشرطه محاصراه وبيطلبوا منه ان هو يسلم نفسه، لكنه ما بيرضاش وبيحاول ان هو يطلع مسدسه وساعتها الشرطه بتضرب عليه نار وبيقتلوه. وبعد شويه بيقبضوا على صوفيا هي كمان لكنها بتسلم نفسها، والشرطه فعلا بتقبض عليها وبتدخل السجن بعد كده. وبعد شويه بتشوف زياره لصوفيا من ميكيلي وهو جايب لها هديه وبيعرفها انها تبلغ سن الرشد قريب وممكن تبدا من جديد لما تخرج من هنا، وهو ممكن يشهد انها ملهاش ذنب في كل اللي حصل ده وانها كانت ضحيه لباباها زي ما هو كمان كان ضحيه. لكن بيكون باين على صوفيا انها مش متقبله الكلام اللي بيقوله، وبعدها بيديها الكارت بتاعه وبيقول لها انها لو احتاجت اي حاجه تتصل عليه على طول. ولما بيخرج ميكيلي بنشوفه قاعد في العربيه مع فيريرو وبيقول انه كان بيزورها عشان يعرف نواياها ايه بالظبط، بس دلوقتي اتاكد انها لازم تموت عشان هتمثل خطر عليه، وبيطلب منه انها تموت مشنوقه زي ما ابوه مات بالظبط. وبعد فتره بنشوف اليوم اللي صوفيا خرجت فيه من السجن وبيكون فيريرو مستنيها قدام باب السجن، لكنها بتكون متخفيه وبتقدر انها تهرب منه. وفيريرو بيكلم ميكيلي وبيقول له انها مش موجوده، لكن ميكيلي بيوصل لمكتبه وبيتفاجئ ان صوفيا عنده في المكتب وبيسالها انت دخلت هنا ازاي، فبتوري له الكارت بتاعه اللي هو اداهولها في السجن وبيقول لها انت جاي هنا عشان تطلب المساعده زي ما اتفقنا، لكنها بتقرب منه وبتخرج السكينه وبتطعنه الطعنه اللي باباها علمها لها واللي بتقتل في 30 ثانيه، وبتقول له ان عيلتنا وعيلتكم لسه ما خلصوش وعشان كده الحرب مستمره. وبتخرج من المكتب وهي بتقول ان قانون الغابه بيقول ان لو ما قتلتش هتتقتل. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك، هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.